بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم بفيديو جديد بإذن الله. نتكلم عن هذا الفيديو ازاي نجيب الحارس ديفيد دخيا، وهل بيعدي 101 أو 102 في أرضية ملعب. بإذن الله كله بالتفاصيل في هذا الفيديو يا شباب. يلا بينا نعرف ازاي نجيب الحارس ديفيد دخيا. يا ريت قبل ما نبدأ يا شباب صلوا على النبي وتدعمونا بلايك واشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. المهم يا شباب، هذا الحارس ديفيد دخيا خارج الملعب 98، داخل الملعب على ما اعتقد بيعدي 102. هذا الحارس يا شباب طوله يا شباب 192 يعني حارس طويل وكويس في التصديات يعني. وهذا الحارس يعني ممكن من نادر ينزل في بيسي، اللي عايز يلحقوا واللي ملحقوش. في ناس بتقول لك انا مش محتاج حارس، لا يا صديقي، ممكن يفيدك في مثلا تلعب دوريات مثلا زي على 50 كويس وتنزله. مثلا لو عندكش حارس من الدوري الايطالي مثلا او من الدوري الانجليزي او الدوري الايطالي مثلا، هتنزل ديفيد دخيا عشان هو في نفس الدوري المخصص ب هيت الكوينزي. تمام. يلا بينا يا شباب نعرف ازاي نجيبه عشان مطولش عليكم. دوس على الدوري اي فوتبول، دوس على وضع تنافسي. يا شباب هذا اللاعب او الحارس مش زي جاغرليتش اللاعب اللي فات. هذا الحارس بقي غير، يعني لازم تبقى اقل من مليون في هذا التصنيف ويكون يعني ضامن نفسك. تبقي مثلا خليك في 600 ألف مثلا عشان تبدأ تضمن نفسك، عشان في ناس بتسأل يعني هل أنا مضمون؟ طبعا لو بقيت أقل من مليون ابقي هتاخده، لو مش أقل من مليون كده مش، لو أعلى من مليون كده مش هتاخده. إزاي؟ طيب يا عم مسلم أجيبه يا صديقي، لازم تفوز تلعب مباريات وتفوز، تعلى في التقييم وتنزل في التصنيف لغاية تبقى أقل من مليون، وكده بإذن الله هيجيك اللاعب يا صديقي وأنت مطمن. امتى الانتهاء؟ يوم 5/3 بإذن الله.